المتهم دلوقتي عليه الحكم يعمل فيه ايه؟ يجي رابطين ايديه ورجليه ومنيمينه كده هنا في المكان ده. وزي ما طلعنا باب زويلة في سور القاهرة الجنوبي، هنطلع النهاردة سور القاهرة الشمالي. وفي السور الشمالي بابين: باب النصر اللي بيفتح النهاردة على شارع الجمالية، وباب الفتوح على شارع المعز. اللي في الوش ده كده باب النصر، وده جامع الحاكم بأمر الله. احنا كده ماشيين فوق سقف جامع الحاكم بأمر الله. بصوا المنظر من فوق، حاجة في منتهى الجمال والعظمة. وقصة الجامع ده عملناها فيديو قبل كده، ما تنسوش تشوفوه. دي واحدة من المأذنتين بتوع الجامع، واللي بناهم بيبرس الجشنكير، عشان اللي كان بنيهم الحاكم بأمر الله وقع في زلزال كبير حصل سنة 1302. المكتوب على حجارة المأذنة ده فرنساوي على فكرة، بس مش بيبرس اللي كتبه، ده شغل نابليون. على فكرة سور القاهرة الأصلي اللي بناه جوهر الصقلي كان قبل الجامع بشوية، بس عشان كان مبني بالطوب اللبن ما استحملش، فجه بدر الجمالي وبنى السور من جديد، بس رحله شوية عشان يوسع القاهرة. فبعد ما الجامع كان بره القاهرة خلاه بدر جواها، ولما جه صلاح الدين مد الأسوار دي عشان يضم الفسطاط والقاهرة وكل المناطق اللي حواليهم جوه سور واحد ويوصلهم بالقلعة. بصوا بقى النقوش اللي على الحجارة دي محدش عملها من اللي بنى السور ولا حاجة، ده هم خدوا الحجر نفسه من هرم أو معبد مصري قديم. ولو خدت لفة هنا في المنطقة هتلاقي من ده كتير، عشان كده ساعات كتير بقول إن ممكن تكون آثار كتيرة من الحضارة المصرية اختفت هنا. الكلام اللي فات ده بقى كله موجود في الكتب، بس الحكايات والأساطير اللي الناس بتطلعها على أي مكان بتبقى مشوقة جدا، واللي هتسمعوه دلوقتي أنا ملقتهوش في أي مرجع، بس بصرف النظر عن صحته ادى للقصة طعم تاني. هنا كان قاع الحكم، دي قاع مؤتمرات الحكم، المحكمه دي كانت المحكمه، وكان الحاكم كان المتهم دلوقتي عليه الحكم يعمل فيه ايه؟ يجي رابطين ايديه ورجليه ومنيمينه كده هنا في المكان ده. يجي السياف عارف شغله، يجي مطلع السيف يقول له اقرا الفاتحه والشاهد الشاهد، يجي السياف رفع السيف قطع رقبته. تيجي الخادم التاني اللي مع السياف يعمل ايه؟ يفتح البوابه اللي تحت التراب ده، يفتحها ينزل الميت بدماغه كله يروح مجرى النيل، يطلع على النيل. ما كانش فيه دفن في العصر بتاع الفاطميين هنا في قاع المحكمه هي في العصر الفاطمي. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.